السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا وسهلًا بيك في المطبخ المتواضع، لسه الدنيا بخشب عادي جدًا ممشّي الدنيا، مش شرط نبقى مثاليين في كل حاجة ولا نصوّر كل مرة في الsetup. أنا باعمل قهوة دلوقتي، فمستني إن هي تفور علشان نخلّص الفيديو، فقُلت أتكلم معاكم كده بدل ما أنا ما أعملش أي حاجة، لأ إحنا ممكن نتكلم في حاجة مفيدة، وهي الصحيان بدري. إحنا المفروض نصحى بدري. ليه ما نصحاش بالليل يا عمر ونفضل صاحيين بالنهار؟ علشان ده الصح. أنا وأنت عارفين إن ده الصح، بس أنت بتنجز أكتر بالليل، فدي حاجة حلوة وده سبب برضه لذيذ. بس إحنا المفروض بقى نسويتش الدنيا دي كلها ونبدل القصة دي كلها عشان نصحى بدري، عشان أمّا نصحى بدري ربنا هيكرمنا وهنشتغل على نفسنا أكتر وهنلاقي وقت أكتر. هتسألني هنلاقي وقت إزاي؟ عشان إحنا بنصحى بدري مثلًا الفجر والّا حاجة، فأنت معاك من الفجر للضهر حوالي 8 ساعات لوحدهم، فأنت لو اشتغلت الوقت ده بس فكفاية أوي يعني بصراحة كعُمر. كشُغلانة أنا تمام كده زي الفل. فأهم حاجة بس أهم حاجة إن إحنا ننظّم وقتنا بعد ما نصحى بدري. إزاي الصحيان بدري هيغيّر حياتك؟ أمّا أنت تنظّم وقتك واحدة، واحدة، بمعنى أنا الساعة دي هاعمل كذا، والساعة دي هاعمل كذا، والساعة دي هاعمل كذا، وهاشتغل من الوقت الفلاني للوقت الفلاني، وهاروح أصلّي كذا، وبعد أمّا آجي من الصلاة هاكل عشان أنا ما أكلتش، وبعد أمّا تخلّص هترجع تاني تكمّل الدورة وهتكمّل لحد العصر، تعرف أنت هتعمل إيه الفترة دي، وبعد كده تحط block كده تعمل time block لنَفْسك، الفترة دي أنا هاعمل كذا، والفترة دي أنا هاعمل كذا، والفترة دي أنا هاعمل كذا. وتحاول ترتّب اليوم علشان طول ما أنت بترتّب اليوم الدنيا معاك هتبقى أحسن وهتبقى ألطف، وهتعرف تستغل كل لحظة في اليوم. فليه بقى بالذات نصحى بدري اللي هو الفجر؟ عشان الدنيا بتبقى هادية، الدنيا بتبقى لذيذة، بتبقى أنت وأفكارك بس، بتشم هوا حلو، تطلع في الشارع تلاقي وبالذات في الزمن في الوقت ده أو في الفصل ده بالذات اللي هو فصل الربيع، أبسط حاجة وأحسن حاجة إنك تطلع تتمشى شوية في الوقت الفجرية كده وبس، أو تطلع البلكونة تشم شوية هوا نضاف. لأ الموضوع غير، ما فيش بقى كلاكسات، ما فيش صداع، ما فيش حد بيتخانق مع حد، ما فيش وَش، ما فيش حد بينادي على حد، تبقى براحتك كده. وقت الفجرية ده تقريبًا مش تقريبًا هو already أحسن وقت وكلنا عارفين كده كويس. المهم إنك تمشي على system زي ما أنا باقول لك وترتّب أوقاتك. ثواني بقى ثواني، نرجع نكمّل الفيديو باعتذر جدًا يعني. فالمهم اللي أنا عايزه منّك في الفيديو ده إن أنت تصحى بدري عشان مستقبلك، سواء أنت عندك كُلّية، سواء عندك دروس، عندك كذا، في ثانوية، مع إن معظم الناس اللي موجودة دلوقتي في الثانوية، فعشان ترتّب نَفْسك للامتحان، الامتحان هيكون من الساعة 09:00 أو 10:00 فالصبح برضه، فأنت تحاول تعمل system الفترة ديّة عشان ربنا يكرمك وتعرف تحل أو تكون مركّز وقت الامتحان. الحمد لله ملتزم بالعادة دي بقى لي فترة حلوة، والناس اللي متابعاني كلّها عارفة الموضوع ده، لإننا بنفتح لايفات كل يوم من الفجر إن شاء الله يعني. welcome بيك. بناخد كبومودورو بناخد 25 دقيقة مذاكرة أو 100 دقيقة مذاكرة و10 دقايق break، نقعد نعيد نفس الcycle، بنتكلم مع بعض، بنصيح مع بعض عادي الموضوع قشطة. بس بصراحة لأ، بصراحة الموضوع الصبح ده تحفة. أنا كعُمر كائن ليلي حرفيًا، باحب أعمل كل حاجة بالليل. بس لأ، مش ده الصح والله، وكلنا عارفين إن ده مش ده الصح، بس إحنا بنعمل كده. فلو سمحت، لو سمحت، لو سمحت رسالتي من الفيديو ده حاول تصحى بدري، حاول تلتزم، حاول تخلّي الenvironment اللي حواليك كلها البيئة اللي حواليك كلها تبقى الصبح، بمعنى إنك تعمل activity كويسة. أهم حاجة بس أهم حاجة، أهم حاجة إنك تنظّم الوقت، علشان لو ما نظّمتش وقتك الدنيا هتبوظ معاك، هتبوظ معاك أوي. فزي ما قُلت لك تصحى إمتى، هتنام إمتى، هتشتغل إمتى، الساعة دي هاعمل إيه، الساعة دي هاسوي إيه، الكلام ده كلّه، فده أهم حاجة. فلو سمحت، لو سمحت، لو سمحت تنظّم وقتك وkeep going يا bro أو keep going يا سِت الكل. بس ده كده اللي أنا عايز أتكلّم في الفيديو أو أقوله يعني، ما فيش montage ما فيش أي حاجة، هانزّله لكم على طول، علشان ما يبقاش بقى هدفنا إن إحنا نعمل أحسن montage، ما يبقاش هدفنا إن إحنا نعمل أحسن حاجة. ولو شايف إن الفيديو ده أو حاجة
كويس يعني إن إحنا نطلع نتكلّم من غير script، من غير أي حاجة، من غير صياح، من غير نفضل نتحرّك ونعمل transition. فاكتب لي في الcomment، اكتب لي واعمل subscribe لو مش عامل subscribe. ولو أنت وصلت لحد هنا أنت كده شخص جامد جدًا، فاعمل like بالمرّة. وشكرًا جدًا ليك إنّك موجود، وإن شاء الله ننزّل فيديوز باستمرار. فلو عايز أي حاجة أو عايز نتكلّم في أي حاجة بما إنّها بتبقى حاجات عشوائية كده من غير مونتاج، اكتب في comment متثبت في الكومنتات اسمه مكتوب تحب الفيديو الجاي عن إيه، فاعمل replay كده واكتب أي حاجة أنت عايزها، وبس. واكتبوا أي comment يعني عشان الفيديو ده يطلع للناس اللي تستحقه. وشكرًا جدًا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.